إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناة الطيور. الكثير من طلب خلطة لإطعام الفراخ، خاصة الناس اللي تريد ترويض الطيور، سواء كوكتيل أو فيشر أو باجي أو كناري أو أي طائر تربيه، تريد ترويضه بالتأكيد اليدوي، ويبقى يتساءل ما هي الخلطة التي أطعم بها الفراخ. بعد هذا الفيديو راح يكون فيديو لطريقة ترويض الطيور بالتأكيل اليدوي، شرح جميع المعلومات من غاية عزل الطائر من العش إلى غاية الفطام. فأردت تسبيق هذا الفيديو لأننا كما نعلم قبل ما نريد ترويض أي طائر بالتأكيل اليدوي يجب علينا أن نحضر أو تكون لدينا خلطة إطعام هذا الفرخ. ضروري إحضار الخلطة أو توفرها قبل إحضار الفرخ. لذلك أردت تسبيق هذا الفيديو الذي راح أريكم كيف تحضر خلطة تكون مفيدة ومجربة. الخلطة أخي الكريم لا تخاف منها، ولا مفيدة للفراخ، وأنا قد قمت بتجربتها من قبل. هذه الخلطة تتكون من مزيج بين سيريلاك أطفال ومزيج الخلطة الجاهزة الخاصة بالفراخ. يوجد عدة أنواع، فمثلا في هذا الفيديو راح نستعمل A21، لأن كما نعرف A21 أو أي خلطة جاهزة تباع خاصة بالفراخ غالية الثمن، فيتراوح سعرها هنا في الجزائر كما مثلا A21 100 غرام تقريبا 600 أو 700 دينار، أي ما يعادل 6000 دينار للكيلوغرام. فإذا أردت ترويض فرخ وتستعمل كما نقول A21 مباشرة لوحدها راح تكلفك كثيرا، وراح تقريبا الفرخ يحتاج حتى 400 غرام أو 500 غرام حتى يفطم من غاية عزله من العش. راح تتكلفك مبلغ كبير حوالي 4000 دينار أو 3000 دينار، وهذا يعتبر مبلغ غالي على مبلغ شراء الفرخ. لهذا راح أعطيك خلطة اقتصادية ومجربة، وقد استعملت هذه الخلطة من قبل في كثير من الطيور، وكبرت الطيور بصحة جيدة وفطمت وتروضت بشكل جيد. فيوجد عدة أنواع من السيريلاك، راح أذكر لك هذه الأنواع في هذا الفيديو. يوجد النوع اللي راح نستعمله هنا في الفيديو فيغور، هذا نوع ممتاز خاص بالذرة، ويكون طبعا خالي من الحليب كما نعرف، لأنه إذا كان يحتوي على الحليب سيقتل لك الفراخ. ضروري يكون السيريلاك خالي من الحليب. يوجد أيضا لابلامين، راح ترى الصورة في هذا الفيديو. هذا لابلامين أيضا يجب أن تشتري الذي يحتوي على الخضار، تتجنب الذي يحتوي على الفواكه كالتمر أو البرتقال أو الموز، كلها ضارة بالطيور لأنها تحتوي على نسب عالية من السكر، إما الخضر أو الأرز أو الحبوب. ويكون أيضا كما نقول مكتوب فيه يضاف إليه الحليب، أن هذا السيريلاك خالي من الحليب. لا تشتري السيريلاك الذي مكتوب فيه يضاف إليه الماء، لأن الذي مكتوب فيه يضاف إليه الماء يحتوي على الحليب. تشتري السيريلاك الذي مكتوب فيه يضاف إليه الحليب لأنه خالي من الحليب. كما قلنا السيريلاك الذي يحتوي على الحليب قاتل للطيور. تابع الفيديو جيدا أخي الكريم. أعلم أني أطيل، ولكن راني أقدم لك في معلومات مهمة. يجب أن تعرف كل هذه المعلومات لكي تروض طائرك ولكي تطعمه شيء صحي وجيد ولا يقتل لك هذا الأكل الفرخ. نبدأ الآن في تحضير الخلطة. أنا دائما عندما أريد أروض أي فرخ تقريبا يحتاج علبة، راح نوريكم، يحتاج علبة
كاملة تحتوي على 250 جرام. راح نوريكم بعض محتويات هذا السيريلاك. يحتوي على البروتين، على الدهون، على الأملاح المعدنية، فيتامين A د و ك، فيتامين B6 ج، يعني معادن كالسيوم، فوسفور، ألياف غذائية. المهم تقريبا متكامل. ولكن وجب إضافة أفانتيا، لأن الأفانتيا فيها بعض المكونات والقيم الغذائية لا تحتوي في السيريلاك، لذلك سنخلط بين المكونين. فكما قلت لكم، لترويض فرخ واحد دائما تقريبا أستعمل علبة كاملة تحتوي على 250 جرام من السيريلاك، وأضيف إليها 100 جرام من الأفانتيا. 100 جرام من الأفانتيا أضيفها لها. لا تخلط المكونات كلها، فراح نعطيك الطريقة. المهم بالنسبة للأفانتيا ضروري تشتري أصلية. فالكثير من البائعين أو المحلات الخاصة ببيع الطيور، هناك من لا يخاف الله ويقومون بخلط الأفانتيا المنتهية الصلاحية مع الجديدة، لأنه لا يريد أن يرميها لأنها غالية الثمن ويبيعها للناس وراح تموت لك الفراخ. يعني لذلك أقول لك أن تشتري على إنسان ثقة. يعني يوجد بعض المحلات من تبيع الأفانتيا أصلية، فيقوم ببيع لك 100 غرام من العلبة التي تحتوي على 3 كيلوغرام كبيرة، يوزن لك 100 غرام تقريبا 600 دينار جزائري. ويوجد كثير من المحلات كما قلت لكم ذات ثقة تشتري من عندها. المهم 100 غرام مع هذه العلبة تاع 250 غرام تقريبا كافية لفرخ واحد طيلة من اليوم العزل من العش إلى غاية الفطام. راح نبدأ بطريقة التحضير. بالنسبة للكمية، إذا كان عندك فرخ واحد راح تحضر قليل، يعني إذا حضرت الكثير راح ترميها. وبالنسبة إلى بقات لك بالنسبة ليوم واحد يمكن أن تضعها في الثلاجة وبعد ذلك تقوم بتسخينها. راح أريكم جميع الخطوات. راح نبدأ طريقة التحضير. بالنسبة للكمية دائما نضاعف كمية السيريلاك، فمثلا لكل 3 ملاعق من السيريلاك ملعقة من أفانتيا. 3 ملاعق من السيريلاك مع ملعقة من الأفانتيا. نقوم بالخلط جيدا. بالنسبة للماء، الماء ضروري يكون دافئ، يعني لا يكون ساخن جيدا ولا يكون بارد، يكون دافئ. هذا ضروري حتى لا ينحصر الأكل في حويصلة الفرخ ويكون الغذاء طري وسهل الهضم. إذن ضروري تحضير الخلطة بالماء الدافئ. وراح أريكم قوام الخلطة المناسب لإطعام الفرخ. هنا خطوة مهمة، خلط جيد. ضروري تخلط جيدا، ضروري. يجب أن يصبح عندنا خليط متجانس. بعد الخلط الجيد نتحصل على هذا القوام. هذا هو القوام المناسب لإطعام الفراخ، خاصة في الأيام الأولى عندما يكون الفرخ صغير. يجب أن يكون طعام تقريبا سائل. بعد ذلك نقوم بإنقاص كمية الماء. القوام المناسب هذا هو قوام مناسب لإطعام الفراخ.
حتى لا ينحصر الأكل في حويصلة الفرخ. بالنسبة لهذه الخلطة الكثير من راح يسأل عندما أطعم الفرخ وتبقى كما نقولوا بقات هذه الكمية كيف يعني هل أرميها هل أحتفظ بها؟ راح تبقى تقريبا صالحة لمدة يوم، راح تبقى صالحة لمدة يوم كامل. وأين سأحتفظ بها؟ سأضع هذه كما تلاحظوا راح أقوم بتغطيتها. مثلا أطعمت الفرخ وأكملت بقات هذه الكمية، أقوم بتغطيتها مثلا بهذا الشكل وأضعها في الثلاجة. أضعها في الثلاجة، وعندما أريد أن أطعم الفرخ في الساعات القادمة راح أقوم بتسخينها. كيف أقوم بتسخينها؟ راح أوريكم الطريقة. إناء مثل هذا أضع فيه كمية من الماء، وأقوم بوضع هذا الكأس الزجاجي في الوسط، وأقوم وضعه في فوق النار. فالحمام المائي عندما راح يسخن راح يسخن لك الكوب الزجاجي. بهذه الطريقة تتفحص بأصبعك الخلطة، إذا رأيت بأن الخلطة قد يعني ولت دافئة، ليس ساخنة جدا كما قلت لكم، دافئة، هنا تكون قد سخنتها وتقوم بإطعامها للفرخ. هذه طريقة الاحتفاظ بالخلطة، ولكن الاحتفاظ بالخلطة لمدة يوم واحد فقط. بعد اليوم تصبح غير صالحة نرميها. المهم لا تكتر من الخلطة حتى لا تبقى لك وترميها. من الأحسن في كل مرة تريد إطعام فيها الفرخ تحضر كمية قليلة، وإذا كان عندك فراخ كثيرة تحضر كمية حسب هذه الفراخ. بالنسبة لطريقة ملء إبرة الإطعام، إبرة الإطعام ليس من الضروري تكون الإبرة الخاصة بإطعام الطيور، تعتبر غالية نوعا ما، والكثير من لا يملك المال لشرائها. هذه الإبرة التي تباع عند الصيدلية كافية لإطعام الفراخ. وفي الفيديو القادم كما قلت لكم راح نوريكم طريقة الإطعام بهذه الإبرة، طريقة سهلة وبسيطة. بالنسبة لطريقة ملء الإبرة بالطعام، هذه هي الطريقة الصحيحة لملء الإبرة، ويجب تفادي ملء الإبرة بالهواء. كما تلاحظوا يجب أن تكون مملوءة، يجب أن تكون مملوءة كلها بالطعام. في الفيديو القادم راح أعلمكم طريقة الإطعام الصحيحة للفراخ.